أول مرة أشوف في حياتي في السوق المصري في الفترة الأخيرة اللي احنا فيها دي عربية الشكل القديم يبيع وينتشر أكتر من الشكل الجديد. تعالوا ما أوريكم إيه العربية إيه هي. العربية هي الام جي الزد اس. دي الفيس ليفت بتاعها اتغير شكل الفوانيس وشكل الجنط بقى تو تون، والعربية بقى فيها فتحة سقف بانوراما، وبرضه الفوانيس الخلفية اتغيرت. بصوا بقى شكل العربيه ازاي من ورا. وعايز اقول لكم ان الشكل القديم انتشر جدا جدا وحقق مبيعات عاليه قوي. برضو بقى من الحاجات المهمه المختلفه ما بين الشكل القديم والشكل الجديد وهو الفتيس في الشكل القديم كان بينزل اوتوماتيك عادي من 4 سرعات. وبالمناسبه العربيه دي بتنزل بموتور 1500 عادي مش تربو، بيطلعوا 120 هورس باور وفتيس عادي. لكن في الفيس ليفت بقى بينزل فتيس سي في تي، والفتيس السي في تي ده بقى موفر اكتر للبنزين، ولكن هو محتاج معامله خاصه شويه. وعايز اقول لكم ان العربيه دي تصنيفها كروس اوفر كده، وعربيه حلوه وفيها نفق فتيس من ورا، وده شكل القعده من ورا، وده شكل فتحه السقف بانوراما. بصراحه فتحه السقف البانوراما خلت العربيه شكلها احلى شويه. قول لي بقى واكتب لي في الكومنتات وقول لي لو انت نازل تشتري الزد اس هتشتري الشكل الجديد ولا الشكل القديم. واعمل لي لايك وفولو وشير في برنامج الطاره مع معتز هشام. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين.